السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الشباب اللي بتسأل هل ناخد اجازة يوم العيد ولا نروح نقعد نذاكر فيه؟ اللي هو انا يا دكتور انا مراكم بعض المحاضرات وباذن الله مخصص في الجدول بتاعي ان يوم العيد ده باذن الله هلم فيه 3 محاضرات متراكمين. انا عايز اقول لك يا صديقي سحقا ليك، سحقا ليا ليه؟ لان ربنا عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طيب انا ما عندي محاضرات متراكمه عايز المها، عايز اقول لك والله اللي انت بتعمله ده ظلم لنفسك، ظلم لدينك، ظلم لنفسيتك. فانا لما كنت في ثانويه عامه والله اخدت اجازه من يوم الوقفه العصر، من وقت ما اصور لكم الفيديو ده لحد تاني يوم العيد، يعني بدات مذاكره فعليا تالت يوم العيد. طيب يعني خدت تقريبا يومين ونص اجازه. ال الطريقه دي لو يعني لو مش كويسه او كانت الحمد لله رب العالمين كانت سبب من الاسباب برضو ان ربنا وفاني وادخل كليه الطب البشري. طب ايه العلاقه؟ يعني هتقول لي ايه العلاقه؟ هقول لك ان انا لما خدت اجازه يومين بتوع العيد دول ظبطوا نفسيتي، خلي دماغي كده بيور، خلي دماغي نقيه كده اللي انا اقدر اخش المراجعات النهائيه وانا نفسيتي مستريحه. لان عايز اقول لك والله ان فتره المراجعه النهائيه من اهم الفترات اللي هتعدي عليك في حياتك، فلازم تكون داخل المراجعه النهائيه ونفسيتك متظبطه، لان دي اخر اجازه فعليه او اخر اجازه حلال انت هتاخدها قبل امتحانات ثانويه عامه. بس فخد لك يومين اجازه، اول يوم وتاني يوم سواء انت مراكم او بادئ من اول السنه كويس، وباذن الله بدءا من تالت يوم العيد يعني هقول لك بقى ازاي تراجع الفيزياء، ازاي تراجع الكيمياء، ازاي تراجع الاحياء، ونقول لك على كتب المراجعه النهائيه الحمد لله اللي جت منها اسئله كتير جدا في الامتحان، وازاي انا قفلت الانجليزي، ازاي نقصت درجه في الجيولوجيا، ازاي نقصت درجه ونص في الفيزياء، ليه مثلا نقصت 12 درجه في الاحياء. ده كله باذن الله هنشوفه مع بعض باذن الله بعد العيد بدءا من ثالث يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، وعيد عليك وعيد سعيد عليكم باذن الله، والسلام عليكم.